السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفسيخ. هنعمل فسيخ على أصول إن شاء الله زي فسيخ الفسخاني إن شاء الله بإذن الله. عملناه مع بعض السنة اللي فاتت والنهاردة والسنة دي كمان إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. هنعمله مع بعض كمان عشان الناس اللي مشافوش الفيديو بتاع السنة اللي فاتت يشوفوه السنة دي إن شاء الله، وتقدروا تعملوه في البيت بتكلفة قليلة جدا، أقل من اللي احنا بنشتريه. أنا عندي هنا ده البوري بتاعي، انا شاري دول 3 حبات كيلو، تمام؟ يعني حجمهم متوسط مش كبير، يعني هو معدي الكيلو وشويه يعني، تمام. اهم حاجه لما تيجي تشتري البوري بتاعك لازم تجيبيه طازه، تمام. بتعرفي ازاي ان هو طازه؟ بتلاقي القشور بتاعته لسه عليه كده، مش طالعه منه، يعني مش مهري، شكله حلو، تحس ان هو فايق كده، تحس ان هو طازه. تفتحي البق بتاعه كده تلاقيه نضيف كده، تمام. اوريلك بس شكله. تفتحي برضو الخياشيم كده تلاقي شكلها لونها احمر كده، تعرفوا ان هو طازه. لو لونه الخياشيم بتاعته سودا مش تعرفوا ان هو مش طازه. اهم حاجه بقى بعد ما بتشتري البوري بتاعك طبعا متاكده ان هو طازه معانا، بنعمل ايه؟ بناخد كل واحده بوريايه كده تحت الحنفيه تحت الماء الجاري كده، بنفضل نغسل في الخياشيم بتاعتها. ايه اهم حاجه؟ لازم ننضفه من اي طين فيه، لان الطين اللي بتبقى فيه دي بتعمل بكتيريا وبتخلي السمك بتاعك او الفسيخ بتاعك يبقى مش حلو، ممكن يعفن معاكي. برضو بتفتحي البق كده، بتغسلي البق بتاعه وبتنضفيه من اي حاجه موجوده فيه، بتاخديه واحده واحده وبتغسليه، تمام. احسن كل ما كان كل ما حجم البوري كبير يطلع معاكي لحم كتير. فيا ريت لو عرفتوا تجيبوا اكتر من حجم اكبر من كده، اللي هو الاتنين مثلا تيجي كيلو او الواحده تيجي كيلو، يبقى حلوه قوي، تمام. بيرمي معاكي لحم كتير. بنعمل ايه بقى بعد كده؟ بعد ما غسلناه بنجيب شويه من المناديل كده، بنحط في كل خيشوم من الخياشيم كده شويه مناديل. المناديل دي بقى تبقى عامله زي السفنجه اللي هتمص الدم والميه اللي موجوده في البوريه نفسها، تمام. هناخد كل واحده كده هنحشيها بالمناديل. لما حشيت الخياشيم بتاعته بالمناديل كده، هنعمل ايه؟ هنجيب مثلا زي ازازه او دي عندي ازازه اللي هي ازازه الميه المعدنيه، فتحتها بس ما فتحتهاش للاخر، اتقطعت بقى معايا معلش. المهم ما تفتحهاش للاخر عشان دي تغطي بيها كده، تمام. بتجيبي بقى الازازه، طبعا بيكونش فيها ميه، وتوقفي كل واحده بوريه كده في قلب الازازه، تمام. ازازه الميه معدنيه، ازازه حاجه ساقعه، المهم اي ازازه عندك، تمام كده. انا بس بوريكم الفكره. انا عندي اللي هو جردل كبير هحط فيه ما شاء الله كميه. المهم يبقى ايه الفكره واصلالك، ان انت تجيبي مثلا ازازه او شفشه او اي حاجه عندك جردل يكون طويل كده، بحيث ان انت توقفي فيه البوري بتاعك او الفسيخ بتاعك بالطول كده، الراس تبقى تحت، ما عندكيش مناديل ما فيش اي مشكله خالص. المهم لو هو واقف معاكي كده بالمنظر ده كده، هينزل كل الميه والدم اللي فيه. على ما تعدي الليله ان شاء الله هتلاقي صفى كل اللي فيه. اوريكم بس فكره الازازه. انا حطيت فيها 2 بس، ده بقى من غير مناديل عشان الناس اللي هي ما عندهاش مناديل، هيسقط كل الميه والدم اللي فيه. شايفين بقى اللي هي الحته اللي احنا قاطعينها دي، حتى لو اتقطعت منك على الاخر يعني مفيش مشكله، تضغطها بس لجوه اهو، اهي قفلت معاكي اهي، مش محتاجه بقى كيس بلاستيك ولا اي حاجه، وبتسيبيها ليله كامله على الرخامه لحد ما تسقط اللي فيها، بس بتوقفيها مش نايمه، تمام. بتسيبيها واقفه كده. دلوقتي بقى ده كده شكل البوري بتاعنا بعد ما سيبناه ليله كامله. دلوقتي احنا الصبح وصف الميه بتاعته او الدم بتاعه زي ما انتم شايفين كده. ده انا كنت حاطاه من غير مناديل عشان الناس اللي ما عندهاش مناديل تقدر برضو تعمله بنفس الوضع ده، تمام. هنجيب مصفى وتحتها طبق كده، وهناخد البوري بتاعنا نسيبته ليله كامله زي ما قلت لكم. السمك ما تنفخش ولا طلع ريحه وحشه ولا اي حاجه، كنت عاملاه زي ما قلت لكم. ممكن تقدري تستغنى عن الخطوه دي لو انتي عندك مروحه، هتفتحي عليه المروحه طول الليل وتسيبيه مكشوف كده من غير غطا، تمام، عشان ينشف يبقى عامل زي الحطبه معاكي. لو انت ما عندكيش شمسه، لو انت عندك شمسه في البلكونه بتاعتك هتقدري تعملي الخطوه دي، تحطيه في المصفى كده وتنشريه في الشمسه، بس تكوني مغطيها بشاشه او اي حاجه عشان الحشرات يعني. تنشريه في الشمس 2-3 لحد ما ينشف خالص معاكي. شكل الفسيخ بتاعنا او البوري بتاعنا انا حطيته في الشمس 2 نشف زي ما انتم شايفين كده،
بقى ناشف. سبته في الشمس ساعتين، وكنت حاطه هنا في الخياشيم من هنا مناديل عشان تمتص اي ميه موجوده هنا. بقى ناشف خالص معايا اهو. لو انت يعني لو قدرتي ان انت تخليه اكتر من ساعتين في الشمس، خليه مثلا ساعتين 3. كل ما خلاتيه شويه كل ما طلع بيديكي نتيجه احسن. تمام. لسه ريحته حلوه مش وحشه، ما جافش ولا انتفخ ولا بطنه انتفخت ولا الكلام ده كله. تمام. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنمسك كل واحده كده نعمل لها مساج. عايزين نفصل اللحم عن الشوك اللي جوه او العظم اللي جوه. تمام. من كل مكان كده، من عند الشوكه من هنا كده، تحس ان اللحم معاكي يبقى ايه طري خالص، عشان لما يتفسخ معانا ما يبقاش ايه لحمه ناشف. ضغط عليه كويس كده بس بالراحه عشان طبعا ما يتفتحش معاكي. اهم حاجه الحته دي اهي كده اهو، ضغط عليها بصبعك كده لحد ما تحس ان اللحم بقى طري معاكي خالص خالص، واللحم اتفصل عن العظم. تمام. هتعملي كل الكميه اللي معاكي كده بالمنظر ده كده، بس تاخدي بالك بالراحه عشان ما يتفتحش معاكي، مش عايزينه يتفتح. شايفين اللحم بقى طري تحت ايدي اهو، مع ان كانت السمكية كانت ناشفة خالص بقى طرية. الخطوة دي مهمة جدا عشان الفسيخ بتاعك يطلع طري عامل زي الزبدة كده ان شاء الله. بقى هنعمل اللي هي الخلطة اللي بنحطها على الفسيخ بتاعنا، او اللي بنتبل بيها الفسيخ بتاعنا. عندي هنا كيس من الملح، اللي هو الملح ده ملح بحري. بسم الله. انا خدت تقريبا نص كيس الملح على حسب الكميه اللي انت عاملاها. كل سمكيه هتاخد معلقتين من الملح. عندي هنا هاخد معلقه كبيره شطه اهي، وكمان معلقه كبيره من البابريكا اللي هو الفلفل الاحمر الحلو عشان تدي اللون الاحمر الحلو ده. هاخد كمان معلقه من الكركم مضاد حيوي، بتمنع الفسيخ ان هو يتعفن او الخلطه بتاعتي كلها مع بعضها كده. عندي هنا شويه من الزيت، يعني هعمل الخلطه بتاعتي دي بالزيت كده لحد ما تبقى عامله معايا زي الرمل المبلول كده شكل الخلطه بتاعتنا بقى عامله زي الرمل المند كده او الرمل المبلول. تمام كده. دلوقتي بقى هنجيب الفسيخ بتاعنا او البوري بتاعنا كده، ده كده شكله بعد ما انا عملت له مساج كويس جدا. المهم السمكيه تبقى معاكي عامله زي الزبده كده، تبقى طريه خالص. شايفين عامله ازاي؟ ده بقى السر اللي هيخلي الفسيخ بتاعك عامل زي الزبده، ما يكونش اللحم بتاعه ناشف كده. تمام. هنيجي بقى عند بسم الله، عند كل خيشوم من الخياشيم دي هنحشيها بالملح. تمام. هي كل خيشوم تقريبا بياخد معلقه من الملح. المهم تحشيها كويس جدا كده بالمنظر ده كده. تيجي عند التانية برضو نفس الكلام تحشيها كويس جدا. الملح بتاعه كده هيبقى ايه دلع، ما يبقاش مالح قوي عشان ما يعليش الضغط. هتيجي برضو عند البق بتاعها كده تفتحيها وتحطي فيها ملح. تمام. هو التمليح بتاعنا هيبقى في البق وفي الخياشيم بس. ده كده ملحه هيبقى حلو يعني دلع كده مظبوط، مش حادق قوي. لو انت عايزه بقى تملحي الفسيخ بتاعك عايزاه يكون حادق قوي، هتزودي من هنا، هتعملي لها مساج كده بالملح، وهترش عليها من السمكيه نفسها من فوق كده ملح ومن تحتها ملح. تمام كده هيبقى ملحه زياده. تمام. ده الناس اللي هي بتحب الملح الزياده، وانا طبعا ما انصحش بكده عشان ما عليش الضغط. انا مش هعمل كده طبعا، انا بس مجرد ان انا بمسح الجسم بتاع السمكيه بالملح كده بس كده، مسح بس كده، مش هحط عليها ملح لان احنا مش بنحب الملح الزياده عشان الضغط وكده. فاللي حابب يزود الملح بقى طبعا دي هترجع لكم انتوا. هكمل بقى باقي الكميه اللي معايا
بالمنظر ده كده. هحشي الخياشيم. بعد ما ملحت الفسيخ بتاعي او البوري بتاعي زي ما انتم شايفين كده، عملت مساج لجسم السمكيه نفسها بالملح زي ما انتم شايفين، وحشيت الخياشيم والبق. تمام. عندي بقى هنا اكياس نظيفه اهي. جيبي بقى اكياس على قد السمك بتاعك. لو انت عايز الملح بتاعه زياده هترش ملح تحته وملح فوقه، بس يعني حاجه رشه بسيطه كده. ده لو انت عايز الملح زياده. لو عايزاه مظبوط هتعملي زي ما انا عملت كده، يا دوبك مساج وتحشي بس. تمام. هنعمل بقى واحده كده، واحده يعني راس وديل كده، يعني واحده راسها ديل، راسها هنا، وواحده ايه ديلها هنا، خلف خلاف يعني. تمام. هنحط الثلاثه كده مع بعض، ده عشان يبقى ملحهم يبقى زي بعض. لو انت حطيت كل واحده لوحدها هتلاقي كل واحده لها ملح مختلف عن التاني. تمام. بروح مقفلها بقى كده، بتخرجي الهواء، تاكدي ان انت خرجتي الهواء كويس جدا، وتروحي مقفلاه الكيس، وتفضلي بقى تحطي اكياس ممكن تحطي مثلا 10 اكياس. تمام. لحد ما نوصل للكيس الاخير، وبعدين هقول لكم نعمل ايه. بعد ما لفيت الفسيخ بتاعي بالاكياس كده زي ما انتم شايفين، وصلنا لاخر كيس. هنجيب هنا عندنا بلاستر. البلاستر احسن من اللي هو الورق احسن من نوع البلاستيك رول ده، الستريتش. بلاستر احسن كتير لانه بيبقى اقوى طبعا. تبقى كويس كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا بصوره كويس جدا بحيث ان ما يدخلوش اي هوا خالص، عشان لو دخله اي هوا هيعفن معاكي، ممكن لا قدر الله يعمل يعني ايه دوت. ده كده الفسيخ بتاعنا بعد ما بسترناه كويس جدا وما بقاش فيه اي منفذ للهواء خالص. هنجيب اخر كيس بقى، هنجيب لونه يكون غامق، مثلا يكون اخضر اي لون، او لو عندك اللي هي الشكاير الفل دي اللي هي بتاعه الرز الهندي، ممكن لو عندك تلفيه فيها اللي هي بتبقى بسوسته دي، تلفيه فيها. وبعد كده او اي كيس لونه غامق عشان الضوء ما يوصلش للفسيخ عندك. تمام. هتلفيه فيها كويس جدا. وبعد كده هتجيبي علبه تلاجة يكون بغطا، او جردل يكون بغطا، وتقفلي عليه كويس جدا. وتيجي بقى كل يوم، يعني مثلا هو النهارده على الجنب ده، تيجي تاني يوم تقلبيه على الجنب التاني، وهكذا كل يوم هتقلبيه على كل جنب شويه، عشان الملح بتاعه يبقى كله زي بعضه، ما يبقاش فيه ناحيه متملحه كويس والناحيه التانيه مش متملحه كويس. تمام. كل يوم هنقلبه بالمنظر ده، يعني مثلا كل يوم الصبح هتقلبيه، تفتحي العلبه وهتقلبيه وتقفلي عليه العلبه تاني. تمام. هنسيبه 20 يوم ان شاء الله يبقى جاهز معانا علشان من النسيم ان شاء الله. تمام. من 15 ل 20 يوم على حسب الحجم اللي انت عاملاه. لو انت عامله حجم كبير هياخد معاكي 20 يوم. لو عامله حجم اللي هو صغير قوي هياخد معاكي من 10 ل 15 يوم. عايزه بس اقول لكم على حاجه مهمه جدا، وانتم منشرين الفسيخ في الشمس ما تسيبوهوش للحشرات، يا اما تغطيه باللي هو المنخل السلك ده اللي هو موجود في بيوت عند كل امهاتنا، تغطيه بيه عشان الحشرات ما تقفش عليه ويعمل يدوب بعد كده لو انت فسختيه. تمام. فانت تحافظ عليه من الحشرات، او ممكن شاشه خفيف اللي هو الشاش تغطيه بس بشاش كده عشان الحشرات، او طرحه خفيفه. المهم تغطيه باي حاجه وانتي حاطاه في الشمس لمده ساعتين او 3 بالكتير، ما تزوديش عن كده عشان ما ينشفش قوي معاكي وما يتحللش اكتر من كده. بعد كده بقى خلاص بنفسخه بالمنظر ده، هنسيبه 20 يوم او 15 يوم، هنفتح عليه ان شاء الله ونشوف شكله مع بعض ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.